السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. هاد النهار جبت لكم واحد الفيديو، واحد الحلوة يا سلام سهلة وكتوجد بسرعة ومكوناتها موجودة في كل بيت. الحلوة الإسبانية كورتاديو الإسبانية اللي كتجي لذيذة بالنكهة ديال القرفة وحبة حلاوة، كتجي رطيبة هشيشة والمذاق ديالها رائع رائع ومكوناتها جد جد سهلة. شوفوا لي الشكل ديالها شحال كتجي زوينه وراقيه وممكن تقدموها للضيوف ديالكم غادي تعجبهم انا متاكده. ندوزو للمقادير والطريقه ديال التحضير وفرجه ممتعه. اول حاجه غادي نخدموا الكريمه. عندي هنايا كاسرونه غادي نوضع فيها معلقه كبيره ديال حبه حلاوه ثلاثه ديال الكيسان ديال كاس د العنبه ديال الماء. غادي نوضعها على النار حتى كتغلى. وفي كاسرونه اخرى غادي نوضع 4 ديال الملاعق كبار ديال نشا الذره او المايزينا، و6 ديال الملاعق كبار ديال السكر حبيبات، وكاس ديال الماء. اذا المجموع 4 ديال الكيسان ديال الماء. غادي نمزج هذا الخليط مزيان حتى كنحل ديك المايزينا مع السكر. ومن بعد غادي نضيف ليها الحبه حلاوه اللي غلات. كنصفيها في واحد الصفاي وكان كنوضعها على المايزينا السكر. كنخلطها مزيان وكنوضعها على النار مهيله مع التحريك المستمر حتى كتعقد وكنحصلوا على قوام بحال هذا الشكل هذا كريمي. كنخليوها جانبا وندوزو نصايبو العجينه هنايا في واحد الاناء. عندي 125 غرام ديال الزبده جيده، شويه ديال المليحه، معلقه صغيره ديال القرفه، واحد الساشي ديال الفاني، كاس ديال سكر حبيبات. وغادي نمزج هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان حتى كيتكون عندي واحد العجينه بحال هاد الشكل هذا. غادي نضيف ليها كاس ديال الزيت، زيت المائده او الزيت العاديه، دائما العبار بكاس ديال العنبه. غادي ندخل هذا الزيت مزيان في هذا الخليط هذا حتى كنتحصل على هذا القوام. وغادي نضيف نص كاس ديال الماء مع مرش، يعني واحد نص كاس. قلب شويه، غادي نخلط مزيان حتى كيدخل ليا داك الماء. وغادي نبدا كنضيف الدقيق شويه بشويه الكاس الاول، وغادي نخلطو مزيان. من بعد غادي نضيف واحد الساشي ديال الخميره الحلويات 7 غرام، وكنضيف الكاس الثاني. كنبدا نضيف الدقيق وانا كنمزج بيديا. تقريبا دخلت لي 5 ديال الكيسان معبورين ديال الدقيق حتى كنحصلوا العجينه اللي تكون رطبه بهذا الشكل هذا. كنقسمها على نصفين يكونوا مقادين، يعني عبر وحده. وكنبدا كنطلق العجينه ديالي النصف الاول على جوج ديال الورق ولا البلاستيكه. طلقتها على شكل مستطيل، وهذه هي الصنيوه اللي غادي نوضع فيها هذه الحلوه. 31 على 24 سنتيم. كنوضع بهذه الطريقه، يعني كنستعين بالبلاستيكه ولا بهذا البابي. كنوضع العجينه الطبقه الاولى وكنساويها، كنحيد الزوائد بهذا الشكل هذا، يعني بواحد القطاعه ولا بموس ولا، وكنحيد الجوانب وكنقادها مزيان. هنايا الكريمه ديالي من بعد ما كتبرد شويه كنضربها بالفوي مزيان حتى كتحل. وعاد كنوضعها نسويها فوق السطح ديال العجينه او الطبقه الاولى ديال العجين. كنقادها مزيان وكندوز نطلق القطعه الثانيه ديال العجين ما بين جوج ديال ورق السيلوفان ولا عفوا ورق الزبده ولا البلاستيكه. كنوضعها غير بالمهل. حاولوا نقادوها مزيان. انا هنايا مشات ليا شويه مي غادي نغاتخابي كما كنقولوا، غادي نرقعها شويه بشويه. معليش راه العجينه كتكون رطبه، راه في الساع كتلصق. صايي غادي نقادها مزيان ونحيد دوك الجوانب اللي كيكونوا زايدين. الفران مسخن على 175 درجه من التحت ومن الفوق. غادي نثقبها بالفرشيطه بحال هذا الشكل هذا وندخلها للفران كطيب على النار 175 درجه. خدات لي تقريبا 50 دقيقه. خليتها باتت ليله كامله باش تجيني سهله نقطعها. وهنايا داو الشكل ديالها كتجي محمره وكان العجينه كترطاب باش تسهل علينا نقطعوها. هنا غادي ناخذ السكر الناعم اللي كيكون سبيسيال باش كيبقى شاد على الحلوه ويجي الشكل ديالو بيض وما كتشربهاش الحلوه. صايي من بعد ما كندير واحد الطبقه لا باس بها ديال السكر الناعم، غادي نعبر القطع ديال على شكل مربعات بواحد المسطره ولا عينكم ميزانكم نتوما والمرسول اللي بغيتو، يعني كبير ولا صغير قطعوه كما حبيتو. كناخذ واحد السكين اللي كيكون كبير ماضي باش يسهل عليا وكنقطعها بكل سهوله على شكل مربعات ولا على شكل مستطيلات، كيبقى لكم الاختيار. من بعد ما كنقطعها كنعاود ندير شويه ديال السكر ثقيل من الفوق باش يغطي لي دوك التشققات. وكناخذ القرفه وكنزينها خطوط القرفه بحال هذا الشكل هذا.
صراحة كتجي رائعة وكتجي رطيبة. شوفوا الشكل ديالها، الطبقات ديال العجينة، والطبقات ديال الطبقة ديال الكريمة كتجي لذيذة بزاف. صاي كنوضعها في كويغطات وكنقدمها بهذا الشكل هذا. حلوة إسبانية ساهلة، مكوناتها بساط، وكما شفتوا في الفيديو كتوجد بسرعة. لعشاق القرفة وحبة حلاوة، هذا المزيج ديال هاد جوج ديال المكونات اللي كيعطيو واحد الحلوة اللي لذيذة وبنينة، وكتجي رطبة كتذوب في الفم. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفة، وإلا عجبتكم خليوا لي في التعاليق انكم جربتوها وعجبتكم. ونتمنى ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. خليت لكم الراحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.